عالم في اوائل الاربعينات من عمره ماشي في الشارع بس دماغه بتدور كانها معمل متحرك، بيسال نفسه لو الفكره دي صح هل العالم مستعد ليها، ويسال سؤال تاني لو النازيين عرفوها قبلي ايه اللي ممكن يحصل. الراجل كان عايش في فتره العالم كله كان بيغلي واي قوه جديده ممكن تظهر هتقلب موازين التاريخ. سيزلر كان شايف نفسه واقف ما بين اختيارين، يا اما يسكت يا اما يبلغ العالم العلمي، بس في الحالتين النتيجه مرعبه. في خياله بدا يشوف مشاهد سريعه، قاعات محاضرات مليانه علماء قاعدين بيتناقشوا في الفكره بتاعته، تجارب في المعمل، انابيب ازاز وكتل معدنيه، وبعدين لقطات مدن ممكن تنهار لو التفاعل ده استخدم في سلاح. بس الغريب ان رغم خوفه ده كان جواه احساس قوي بالمسؤوليه، وكانه بيقول لنفسه انا مش قادر اهرب من الفكره دي حتى لو مش عاوزها. من اللحظه دي سيزلر بدا يفكر بطريقه علميه جدا، ازاي احمي الفكره دي من انها تقع في الايد الغلط، ازاي اخليها تتسجل بشكل سري. وفعلا بعد اسابيع قليله خد قرار، مش هكتبها كبحث علمي عادي يتنشر في المجلات، لا هسجلها ببراءه اختراع سريه عند البحريه البريطانيه. دي حاجه ما حصلتش قبل كده، عالم يسجل اختراعه مش باسمه العلمي في جامعه او معهد، لا عند جهه عسكريه، ومش اي جهه، دي البحريه البريطانيه. القرار ده لوحده يوريني قد ايه هو كان مدرك الخطوره اللي كانت في دماغه. هو عارف ان العالم كله ممكن يتغير باللي اكتشفه بس مش بالضروري للاحسن.